أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. بعد 3 شهور من النفي والتأكيد ومضى وما مضاش ووقع وما وقعش، فوجئنا امبارح بأخبار أكيدة طلعت تقول إن زيزو وقع للأهلي خلاص. ولاحظت حالة حزن كبيرة عند لعيبة الزمالك السابقين والمذيعين، الكابتن أبو العلا في قناة الزمالك، والكابتن طارق السيد على MBC مصر 2، والكابتن طارق يحيى على صفحته على الفيس وصفحات الزملكاوية. حالة حزن شديدة، وكأن خلاص توقيع زيزو للأهلي وتركه للزمالك نهاية النادي ونهاية المطاف ونهاية الكورة ونهاية الكون. على ايه؟ من امتى اي نادي في العالم بيقف على لعيب؟ زيزو قبل ما يجي الزمالك كان نادي كبير وكان بيحقق بطولات، ولما جه الزمالك نادي كبير وحقق بطولات. بالعكس، الزمالك في آخر سنتين ومعاه زيزو لا خد دوري ولا خد كاس، وخد الكونفدرالية بجون اعتباري، وخد السوبر بضرب الجزاء. والزمالك بعد زيزو هيفضل نادي كبير ونادي بطولات. فأنا مستغرب حالة الحزن الكبيرة. يجوز أن يكون حالة الحزن نابعة من أن الناس اتخدعت في زيزو اللي أكد كم مرة إن هو ما مضاش وطلع في الأخير مضى. ويعني أنا بقول إن حالة الحزن من الخداع، وإن هم ما كانوش متوقعين وكان عندهم حسن ظن فيه وإنه بيحب الزمالك وشار الزمالك وجمهوره. لكن اتضح إنه خلاص مضى للأهلي. مع السلامة وبالتوفيق يا كابتن زيزو، ولا تزعلوا. وما تنسوش إن انتوا عندكم ناصر ماهر زي زيزو بالظبط. لما يلعب لو ما كانش أصيب وغاب الفترة ديت كان هيتفوق على زيزو. وعندكم أحمد حمدي لما يرجع من الإصابة زي زيزو بالظبط. ففي عندنا حاليا 2 لعيبة زي زيزو بالظبط، ناصر ماهر وأحمد حمدي لما يرجع إن شاء الله. فالنادي مش هيقف على لعيب، مجرد لعيب لعب في الزمالك شوية نقول له متشكرين وبالتوفيق، يروح الأهلي زي يروح الإسماعيلي، زي يروح المصري، زي ما يروح بيراميدز، زي ما يحترف بره. ما تفرقش مع الزمالك، ولازم ما تفرقش مع جماهير الزمالك، ولازم كباتن الزمالك والمذيعين ومجلس الإدارة يكونوا على قد المسؤولية، وما ينفعش يظهروا قدام الناس بالحالة اللي هم ظهروا بيها دي. زيزو في الأول وفي الآخر لعيب، وزيزو أصيب وقعد بره وغاب فترة، وزيزو كان بيلعب في ماتشات كتير وما كانش موفق وما كانش فارق مع الزمالك. وشفنا التعادلات الكبيرة اللي الزمالك اتعادلها وزيزو بيلعب، والهزيمة اللي اتهزمها من مودرن سبورت وزيزو بيلعب. فما فيش أي مشكلة، والنادي مش هيقف على زيزو أو على غيره. طيب، لاحظت بقى ان في ناس كتير بتحمل مجلس الإدارة مسؤولية عدم التوقيع مع زيزو وتأخير التوقيع مع زيزو، والسبب في ضياع زيزو ببلاش ورحيل زيزو مجانا. مجلس الإدارة هيعمل ايه؟ ببساطة خالص، الأهلي ما قدرش ياخد توقيع أكرم توفيق ومشي أكرم توفيق ببلاش. إدارة الأهلي تعمل ايه؟ ولا إدارة الزمالك تعمل ايه؟ تضرب اللعيب عشان يوقع يعني؟ ما فيش الكلام ده. طيب، مجلس الإدارة لسه بقاله يا دوب 7 شهور، ده مستلمين في شهر 10 اللي فات، بقالهم يا دوب 7 شهور، ومن يوم ما استلموا والمشاكل والقضايا ومستحقات اللاعبين و7 لعيبة عاوزين عقودهم انتهت وعاوزين يجددوا. يعمل ايه مجلس الإدارة؟ ما فاقش طول ال7 شهور، يا دوب دفع الفلوس والملايين الدولارات وخلص القضايا اللي عليه وفتح باب القيد وجاب لعيبة وتدعيم في شهر يناير، ويا دوب عمل كل اللي عليه ومش قادر يسد مستحقات اللعيبة ومنهم زيزو. وشفت كلهم الضربات اللي بيتلقاها، مش سايبينه يشتغل ولا سايبينه يفكر. فاكرين جوميز 4-5 ماتشات في أول الموسم ويتخطف جوميز، يا دوب مجلس الإدارة جريهم وفي أسبوعين جابوا جروس، لعب جروس 4 أو 5 ماتشات ما وفقش، الناس تهاجم، مشوا جروس ودفعوا شرط جزائي وجابوا بسيرو. هيعملوا ايه مجلس الإدارة؟ الناس ما فاقوش طول ال7 شهور. فالناس اللي بتحمل
مجلس الإدارة المسؤولية، مجلس الإدارة ما عندهمش أي خطأ. زيزو بقاله كام موسم يكون فاضل في عقده موسم واحد، يقولوا له تعالى جدد، يقول لهم هجدد موسمين، الموسم اللي فاضل يتحسب من الموسمين، يبقى يجدد موسم واحد بس، وعاوز يعمل كده. يبقى كل سنة يدخلوا في موضوع تجديد زيزو تجديد زيزو. أي نادي يعمل إيه مع لعيب زي دوت؟ لأ. وبعدين يجددوا لزيزو ويمشوا ورا كلامه وكلام أبوه ويدفعوا له ملايين اللي هو عاوزها، وهو يستاهل، ما بنقولش حاجة. لكن في لعيبة تانية، 6 لعيبة من كبار لعيبة الفريق كلكم عارفينهم، عبد الله السعيد وعمر جابر والونش وحسام عبد المجيد. طيب لما يدوا زيزو المبالغ دي كلها هيتفاوضوا ازاي مع بقية اللعيبة؟ وهيجيبوا لهم مبالغ منين؟ فالناس اللي بتحمل مجلس الإدارة المسؤولية ويغورهم ويمشوا وفاشل ويرحلهم ويستقيلوا، لازم تفكروا في نتيجة الكلام ده. لو مجلس الإدارة ريح نفسه وساب المشاكل دي كلها واشترى نفسه من الهجوم والحملات الرهيبة اللي نازلة عليه، النادي هيتصلح يعني؟ الفلوس هتطلع له من تحت الأرض؟ هيلاقوا بترول تحت النادي يطلعوه يصرفوا منه على الفريق ويسدوا المديونيات والقضايا عليهم. آخر قضية باتشيكو مفتوحة، ياسر حمد مشي وله مستحقات واشتكى وعاوز مستحقاته، مشالاك مشي وله مستحقات عايز مستحقاته، زيزو بيقول امبارح ان له 70 مليون مستحقات متأخرة وعايز مستحقاته. قولوا لي انتم مجلس الإدارة يعمل ايه؟ الناس اللي بتنادي باستقالة مجلس الإدارة وان هم يمشوا وان هم دول ما بتحبش الزمالك، دول عاوزين يهدموا الزمالك علشان لعيب تهدوا النادي. ما ينفعش. مجلس الإدارة لازم يكون عندهم ثقة في نفسهم، ما يخافوش من الحملات ومن الصفحات والكلام اللي بيتقال عليها، وما يتسرعوش، يتعاملوا مع الأمر بهدوء وبحكمة. مش علشان تهدوا الناس تتسرعوا وتجيبوا لعيب وتدخلوا في مشاكل تانية، لا، بهدوء وبحكمة. وما تجروش تقول عشان نرد الضربة للأهلي نجيب رامي ربيعة ونجيب مش عارف مين، لا، ما تجيبوش أي لعيبة. انتوا تجيبوا اللعيبة الجامدة اللي النادي محتاجها واللي تصنع فرق مع النادي. ما تنساقوش ورا الحملات وورا السوشيال ميديا، نفكر بهدوء. وخلي بالكم اللي على السوشيال ميديا كلهم يعني 10,000 20,000 الزملكاوية زعلانين، كل جماهير الزمالك زعلانة، لكن أصحاب الأفكار الهدامة واللي عايزين يهدموا النادي واللي بيشتموا في مجلس الإدارة وبيطالبوا برحيله دول أعدادهم قليلة، ودول عاوزين يهدوا النادي، مش شغلتهم مجلس الإدارة، لا، شغلتهم النادي يهدوه، والأغراض معروفة طبعا. ومجلس الإدارة لازم يفكر بهدوء، الجماهير لازم تهدى. زيزو في الأول وفي الآخر لاعب كورة، يروح مع السلامة. جماهير الزمالك تزعل شوية لكن تقف ورا فرقتها. عندنا ماتش النهاردة مهم، وانا متوقع ان شاء الله ان النادي هيلعب واللعيبه الرجاله هيعملوا ماتش كبير النهارده وهيفوزوا بنتيجه كبيره، وهيفتحوا مدرسه الفن والهندسه وهيمتعوا الجماهير، وبالتوفيق ان شاء الله. ما تزعلوش، والزمالك هيصنع 100 لعيب زي زيزو، وقريب خالص هنتقابل تاني وهقول لكم، وبكره تشوفوا زيزو في الاهلي هيعمل ايه. التوفيق ده بتاع ربنا، ممكن زيزو يصاب ويقعد كام شهر، ودي انتوا شفتوا امام بيعمل ايه في الاهلي والاهلي بيعمل ايه في امام، وقبل منه كهربا الاهلي عمل فيه ايه. فجماهير الزمالك ما تزعلش، تقفي ورا النادي بتاعكم، تقف ورا مجلس الاداره اللي ما بيدخرش اي جهد في دعم النادي وفي حل مشاكله ودعم اللعيبه. وهتلاقوا بقى ايه كلام كتير، الونش هيوقع للاهلي، الونش وقع للاهلي، حسام عبد المجيد وقع للاهلي، عبد الله السعيد راح مش عارف فين. سيبوكم من الاشاعات ومن الكلام دوت. الزمالك خلاص ان شاء الله يفوز النهارده، يوصل لقبل نهائي الكونفدراليه، ربنا يوفقهم ويفوزوا، هيجي لهم المكافأة هتحل جزء من مشاكل النادي، وان شاء الله يدعموا الفريق بأحسن من زيزو. وبالتوفيق، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.